شوفوا معايا كيفاش خرج الدجاج من الكوشه. طري ذهبي ريحته تفحفح تعبق في الدار. تبعوا معايا التفاصيل وراح تخرج معاكم من نفس النتيجه ان شاء الله. البنات كي نقول لكم هاد الوصفه راح تعتمدوها. ما كانش ابن منها، صدقوني، جربت ما كانش ابن منها. شوفوا لي البنات هذاك المنظر، شوفوا لي هذاك التفحفيح، شوفوا لي هذاك الدوغي، الله الله. تهبل وصفة ناجحة 100% البنات، 100%. وتكمليها في 5 دقائق البنات، 5 دقائق وانت مدخلتيها الفور. هي برك تدي ساعتين طياب. هذا مكان. شوفوا لي البنات، هنا راح نعطيكم واحد لاستيوس تغسلي بها الدجاج. شحال من كومنتير قريته في شحال من صفحة انه الخل ينحي البنه تاع الدجاج، وانك تخليها مده طويله في الخل. هاد لاستيوس صدقوني البنات جربوها وقولوا لي رايكم كيفاش. هنا عندي الدجاج، غسلته مليح، نظفته مليح، حطيته في الماء، غسلته، شللت واحد الخطرتين ولا 3. حطيت له القارص، عصرت عليه القارص، ومن بعد جبت الزنجبيل. شتو الزنجبيل البنات؟ مغرف تاع زنجبيل. حطيها في الماء، غسليه مليح مليح، حكيها مليح مليح وشللي. الى شميتي ريحه في الدجاج قولي لي ما تعرفي والو. ما شوفوا، جربوها البنات وتشوفوا. صدقوني هذه احسن طريقه تغسلي بها الدجاج. ما تحطيه فوق النار، ما تزلفيه، ما والو، نظفيه برك مليح، وديري له المغرف تاع زنجبيل وزوج حبات تاع قارص ولا حبه كبيره تاع قارص، اعصريها مليح، شللي الماء مليح مليح، تخرج لك الدجاج، يخرج هكي بريي، ما فيه حتى ريحه البنات، ما فيه حتى ريحه. خلاص نظفناه وخلصناه، قطرته مليح. دوكا نجيو نديرو الخلطه اللي راح نخلطو بها الدجاج. هنا عندي واحد 10 مغارف نتاع الزيت. 10 مغارف نتاع الزيت البنات. الى صوتي راني مقريبيه، والله راني 3 ايام باش ندير لكم الفويس تاع هذا الفيديو، ما قدرتش، لا غالبيه ما تاع قريب المرض راه داير فينا حاله. غير حسيت صوتي بدا يتحسن شويه، هاي درت لكم الفويس للفيديو. المهم الا كان صوتي فيه حاجه اعذروني. هنا قلت لكم البنات حطيت 10 مغارف نتاع الزيت، حطيت عليهم مغرف ونص تاع طماطم مصبره، حطيت عليهم مغرف تاع زبده، مغرف تاع زبده معمره، وحطيت مغرف تاع لاموطارد. هادو الاساسيين. وحبه تاع بصل سكرفجتها، ودرت واحد 6 سنينات نتاع الثوم، معاهم شويه تاع فلفل حار، دقيتهم هكا مع بعضاهم وحطيتهم. هادو هما الاساسيين: الزيت، الزبده، لا موتارد، الطماطم، البصل، الثوم. هادو الاساسيين. الباقي لي زيبيس ديري كيما تحبي. انا درت فلفل الكحل، شويه تاع كركم، شويه بابريكا، الزعتر اكيد يعطيها بنه ويزيدها بنه. الدجاجه كي تكون في الفور يزيد لها البنه. درت شويه قزبر ناشف. لي زيبيس ديري كيما تحبي. انا هادو اللي درتهم وانتم ديروا كيما تحبوا. هذه البنات خطوه اختياريه. عندي هنا هذيك تاع الدجاج المشوي. هذه ساشيات يتباعوا نورمال، تلقايهم عند العطار، اسمها تتبيله الدجاج، تتبيله الدجاج المشوي. حبيتي تزيديها، حبيتي ما تزيديهاش، هذه سما خطوه اختياريه. ما تزيديهاش، تجي نفس البنه ثاني كيف كيف. هنا حطيت الملح، زودوا شويه الملح، الدجاج يحب الملح. وحطيت الدجاجه. وشوفي كيف راني ندخل كامل في هذوك هذيك التتبيله اللي درناها، دخلتها كامل في الدجاج مليح مليح. خليتها واحد 5 دقائق. الى عندك الوقت خليها حتى من غدوه، الى ما عندكش الوقت ديريها في وقتها وتجي نفس البنه ونورمال. يعني ما ديجا احنا غسلناها بالزنجبيل والقارص، راحت لها كامل الريحه. وهاد لي زيبيس والزعتر والموتارد وهاد الحوايج كامل يعطيوها بنه على بنه. سما ما تخافيش، حتى 5 دقائق تكفيك. يعني هكا برك غير تتبليها 5 دقائق تكفي. هنا برك انا درت غلطه واحده، نتوما البنات ما ديروهاش، كنت مزروبه، ما ربطتش الرجلين تاع الدجاجه.
برك ما تنساوش تربطوا لها رجليها. انا كنت على بالي بلي راح كي نغلفها بالبابي الومنيوم راح تتلم، بصح كانت كنت لازم اني نربط لها رجليها بخيط، ولا لازم نربط لها رجليها. ما تنساوش هذه الخطوه مهمه جدا. هنا البنات اللي يحبوا يديروا بابي كويسون، ديري بابي كويسون من بعد فوقها بابي الومنيوم. انا درتها بابي الومنيوم ديريكت. وحطيتها هنا في البلاطو، غلفتها مليح مليح. شتو البنات انا درت بابي الومنيوم هكا على حرف زائد، غلفتها حطيتها في درجة حرارة 180 مدة ساعتين. البنات مدة ساعتين تحطيها على درجة حرارة 180 في الرف في الوسط، تحطوها في الوسط. وحطيت لها وخليتها لمدة ساعتين، ما تفتحي عليها ما والو، تخرج لك طايبة زبدة زبدة. شوفوا كيف راني تستي فيها، راهي زبدة البنات. دوك نحل معاكم مرسو هكا تشوفوه كيف راهو طايب. البنات كي نقول لكم زبده مع هذيك لاصوص قطره تاع ما حطيناها لها البنات. وشوفوا لاصوص اللي خرجتها لنا لا غوسيت. كي نقول لكم غوسيت ناجحه 100% البنات، جربوها ما شاء الله تجي في البنه تقتل تقتل تقتل، والريحه تعبق. كي نقول لكم ما شاء الله. ان شاء الله تكون لا غوسيت عجبتكم، وان شاء الله تكون سهله وبسيطه. درتها لكم هكا سيرفيس رابيد، ان شاء الله تكون عجبتكم. ومع السلامه في وصفه جديده ان شاء الله. باي باي.